من بداية الخلق، من ساعة ما ربنا خلق آدم وإبليس رفض يسجد، كان في عالم تاني عايش معانا، متخفي ومستني. عالم الجن. تحس إنهم زي ضلنا اللي بيمشي جنبنا، بس عمرنا ما بنشوف ملامحه. موجودين في كل حتة، في البيوت المهجورة، في الصحاري الواسعة، وحتى يمكن في الأوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي. عالم كامل زي عالمنا بالظبط، ليهم قبائل وعشائر، ملوك وجنود، لغات وديانات، وفيهم الطيب اللي بيعبد ربنا، وفيهم الشرير اللي كل همه أذية بني آدم. لكن على مر العصور حصلت لحظات معينة، لحظات نادرة ومخيفة، اتقاطع فيها طريق البشر مع الجن. والمواجهة هنا ما كانتش مجرد موقف عابر أو حكاية تلبس بتتحكي قبل النوم، لا، دي كانت حروب كاملة. جيوش اتحركت، دم سال على الأرض، وصوت صراخ رج الجبال وهز سكون الليل. حروب مش بالسلاح العادي بتاعنا، دي حروب الإيمان ضد الكفر، والنور ضد الضلمة. حروب بتختبر فيها أعصابك وقلبك وعقلك، ولحظة ضعف واحدة ممكن تكلفك حياتك كلها، أو يمكن أغلى من حياتك. والسؤال اللي بيفضل يطارد أي حد يسمع أو يقرأ عن المواجهات دي، السؤال اللي بيفضل يرن في ودنك زي صوت جاي من بعيد، هو مين اللي كسب في الآخر؟ هل إحنا كبشر بضعفنا وقوة إيماننا قدرنا ننتصر؟ ولا هم بقوتهم الخارقة وقدرتهم على الاختفاء هم اللي كان ليهم الكلمة الأخيرة؟ خلينا نبدأ الرحلة دي ونشوف مين اللي فاز في حروب ما وراء الطبيعة. القصة بدأت مع نبي الله سليمان، اللي ربنا اداله ملك محدش خد بعده، ومن ضمنه القدرة على تسخير الجن. بيقولوا إن قبيلة عربية كاملة بفرسانها ورجالتها قررت تواجه جن وادي عبقر المشهور، لكن الوادي ابتلعهم كلهم ومحدش شافهم تاني. في المغرب أهل القرى اتجمعوا عشان يطردوا جن ساكن في كهف. دخلوا ومخرجوش، اللي دخلوا بعدهم لقوا الكهف فاضي والجدران عليها دم. في وقت الحروب الصليبية كانت في حكايات غريبة بتدور بين الجنود، بيحكوا إنهم شافوا أشباح بتتجسد في شكل فرسان مسلمين، بتظهر فجأة وسط الظلام وتزرع الرعب في قلوبهم، وبعدها تختفي كأنها ما كانتش موجودة أصلاً. القصص دي فضلت تتردد بينهم، وكل واحد يحلف إنه شاف بنفسه الفرسان دول، وبيقول إنهم سبب الهزيمة والخوف اللي انتشر بين الجنود. في مصر في خرابة قديمة اسمها خرابة أبو نحاس، والناس زمان حاولوا يعمروها ويعيشوا فيها، بس الجن اللي ساكن في المكان ده هاجمهم، وكل اللي دخلوا هناك حسوا برعب غريب، وسمعوا أصوات مخيفة، وشافوا حاجات ما توصفش. البلد كلها هربت وسابت المكان، واتقال إن المكان بقى ملعون ومحدش قدر يقرب له تاني. أكيد كلنا سمعنا عن جلسات الرقية، بس أوقات الجلسات دي بتتحول لمعركة حقيقية فعلا. الشيخ بيبدأ يقرأ قرآن وهو مركز جدا، وفجأة الجن اللي جوه الشخص يصرخ بصوت غريب ويهدد الشيخ ويحاول حتى يقتله. اللحظات دي بتكون مليانة توتر وخوف، وكل اللي حواليهم بيبقوا مشدودين ومستنين النتيجة. يا ترى مين اللي هيغلب في الآخر؟ في كل الحروب دي البشر لوحدهم خسرانين، لكن لما بيكون سلاحهم الإيمان والقرآن ميزان القوة بيتقلب، والجن بيتحول لمخلوق ضعيف ومهزوم. دورية الجنود في صحراء السعودية شافوا ظلال السودة طويلة بتتحرك بسرعة بينهم، سمعوا أصوات مش مفهومة واضطروا ينسحبوا من الموقع فوراً. وقت الثورة الجزائرية بيحكوا إن الجن المسلم كان بيساعد المجاهدين، وفيه فرقة استطلاع فرنسية كاملة دخلت منطقة جبلية واختفت للأبد. في السودان قرية أم درمان الصغرى اتعرضت لهجوم جماعي من الجن، اللي شافوه قالوا إنهم كائنات سودة بعيون حمراء، والقرية تهجرت بالكامل. تخيلوا،
بيوت الطين البسيطة مهجورة، ولعبة طفل متروكة في التراب، ورسمة بتوضح مخلوق مظلم بعيون حمراء. الناس هربوا في رعب، تاركين كل شيء وراءهم. فرقة جنود أمريكان تمركزوا في مستشفى مهجور في العراق، وبعدها بدأت الأصوات والأحداث الغريبة. الموضوع انتهى بمقتل 15 جندي في ظروف غامضة. تصوروا مستشفى مهجور مع نوافذ مكسورة، والجنود الأمريكيين في زيهم التكتيكي وهم متوترين. الأضواء تومض في ممر مظلم، والأسرة في المستشفى خاوية. شباب في صحراء مصر كانوا بينقبوا عن آثار، وفجأة بدأت الحجارة تتطاير عليهم من كل جهة. بعضهم اختفى، والبعض الآخر رجع مجنون. تخيلوا الرجال الشباب يحفرون في رمال الصحراء ليلاً، والمعاول تحفر الأرض، والصخور تطير في الهواء من مصدر غير مرئي. أحدهم ينظر بعيون مجنونة، فاقداً للوعي بما حوله. في شبرا كان في راجل قاعد يبص في مراية بيته لفترة طويلة، لحد ما بدأ يشوف انعكاسه بيتغير وبيكلمه بشكل غريب. حاول يكسر المراية بسرعة، لكن بدل ما يؤذيها هو اللي اتصاب وفقد عقله تماما. صياد نازل يغطس عشان يفك شبكته اللي علقت تحت المية، لكنه اتفاجئ ان اللي ماسك الشبكة مش انسان، ده كان كائن مشوه وغريب. طلع من البحر وهو شبه ميت من الرعب، مش قادر يصدق اللي شافه. في مرة راجل اشترى بيت قديم ورخيص وافتكر انه عمل صفقة العمر، لكن اكتشف انه مش لوحده في البيت ده. قفل على نفسه الأوضة، والجن فضل يخبط وراه طول الليل. ولما طلع الصبح كان مصاب، واعترف انه مهزوم ومفيش أمل. الحكايات دي مش مجرد أساطير، دي جزء من تاريخنا الموازي، تاريخ مكتوب بالخوف والدم. من أيام الأنبياء اللي ربنا نصرهم، لحد الجنود في الخنادق، والمزارعين في حقولهم، والصيادين في عرض البحر. الحروب مع الجن عمرها ما وقفت، يمكن بس بتغير شكلها وأبطالها. كل فترة بنسمع عن مواجهة جديدة، عن مكان جديد بقى مسكون، عن شخص جديد دخل العالم ده ومخرجش منه زي ما كان. الرحلة دي ليها 3 نهايات مفيش غيرهم. فيها اللي بيرجع مهزوم، شايل على كتفه هزيمة نفسية وجسدية هتفضل معاه لآخر يوم في عمره. وفيها اللي بيرجع مجنون، عقله مقدرش يستحمل اللي شافه، وودانه مقدرتش تستحمل اللي سمعته، فقرر يهرب لعالم تاني جوه نفسه. وفيها اللي ما بيرجعش خالص، بيتحول لمجرد ذكرى، قصة بتتحكي، واسم بينضاف لقائمة طويلة من المفقودين في حرب أبدية بين عالمين. لكن وسط كل الظلمة دي، في حقيقة واحدة الكل اتفق عليها، من أول نبي لحد آخر شيخ بيرقي الناس. الحقيقة بتقول إن الجن أقوى مننا جسدياً، أسرع وأخبث، وقادر على حاجات إحنا منقدرش حتى نتخيلها. بس في نفس الوقت هم أضعف بكتير، أضعف من بيت العنكبوت قدام ذكر ربنا وقدام آية واحدة من القرآن. القوة مش في العضلات، القوة في القلب اللي مليان إيمان. والسؤال اللي هيفضل مفتوح ومرعب، لو لقيت نفسك في لحظة زي دي في معركة فردية مع جني، هتكون من الناجين، ولا هتكون مجرد اسم جديد في قائمة المفقودين؟